انا كان اخر حاجه ممكن اتخيلها في حياتي ان جدتي اللي عندها حوالي 70 سنه تقصف جبهتي. انت متخيل اللي حصل فيا ده؟ غير ان اللي حصل فيا كان قدام حوالي 10 اشخاص من العيله، وطبعا الموضوع هينتشر بين العيله كلها وهتبقى فضحتي بجلاجل. اللي حصل اننا كنا قاعدين في تجمع للعيله وبناكل، وانا شفت تيتا كل شويه تبص لي، فانا كنت بنكشها وبقول لها بتبصي لي ليه كده يا تيتا كل شويه؟ قالت لي عادي يا حبيبي، هو في ضريبه على اني ابص لك وبعدين هبص لك ليه اصلا؟ فانا رديت عليها بهزار وقلت لها اصل انا متعود ان البنات تبص لي ويكونوا معجبين بيا، ويا ريتني اتخرجت قبل ما اقول لها الكلمتين دول، بس برضه ليا عذري. اصل ايه اقصى حاجه في دماغي ممكن تيتا تقدر تعملها؟ اخرها تقولي جاتهم نيله يبصوا لك على ايه؟ لكن اللي حصل كان غير متوقع. قالت لي حقهم يبصوا لك كل شويه، بس مش علشان معجبين بيك، انت فاهم غلط يا اهبل، ده علشان مش كل يوم بيشوفوا قرد بيتكلم. ساعتها انا فقدت النطق وما لقيتش رد اقوله لها. ما هو مش طبيعي انها واحده عندها 70 سنه تمرمط بكرامتي الارض كده وتهزقني قصاد العيله كلها، وكانوا ميتين على نفسهم من الضحك، وانا مش عارف اخد حقي ازاي.